ياسمين انتوا من السنه اللي فاتت كنتوا طالعين من امتحان كلينيكال باثولوجي بتعيطوا واللغم عليها واللي معرفش ايه، وكنتوا شايفين انكم هتشيلوا الماده. هو الامتحان بيبقى تقيل بجد، يعني انت هتقول ابلاي كويشن يعني واسئله فهم والدنيا لذيذه، امال انتوا ليه كنتوا عاملين جو رعب بعد الكلينيكال باثولوجي امتحانها؟ تعال اقول لك ايه المشاكل اللي انت هتواجهك في الامتحان وازاي تتغلب عليها ككلينيكال باثولوجي. امتحان الكلينيكال باثولوجي شبه هو 100 سؤال ام سي كيو عادي خالص، مفيش اي. ركز معايا. الكلينيكال باثولوجي يعني الباثولوجيا الاكلينيكيه. انت بتهزري يعني؟ انا فهمت انا كده. بص ببساطه شديده، تحاليل دي ماده اسمها تحاليل طبيه. الماده ديت مشتركه ما بيننا وما بين طب بشري، طب بشري وطب بيطري بياخدوا الماده دي. الماده بقى بتتكلم عن تحاليل، فانت الترم الاول هتاخد اي حاجه علاقه بالدم، الترم الثاني هتاخد كل اللي علاقه باليورين، تمام، يورين وستول بقى وكده. وهتاخد برضو شويه كلينيكال بكتيريولوجي على شويه لا كلينيكال مايكروبيولوجي على شويه كلينيكال باراسيتولوجي في الاخر كده. بس عموما هي الماده لذيذه ممتعه جدا. انا صراحه كنت بهرب، يعني انا ما بقاش حابه اذاكر وخلاص مزنوقه ولازم اذاكر، فكنت بخش على الكلينيكال باثولوجي لانها ماده بتتفهم، ما فيش فيها حفظ كتير، ممتعه، وتحس كده انك بقيت دكتور. عموما مواد سنه رابعه اصلا يعني هي ايه، فيها حاجه حلوه انك شغل براكتيكال اكتر، بتحس انك بدات تستوعب الكلام، بدات مش دش بقى وحفظ وكده، لا انت حرفيا لو ذاكرت، انا بجد والله اوعدك اي برومايس يو، لو انت ذاكرت كلينيكال باثولوجي واهتميت بيها كويس قوي، انت هتبقى قادر جدا اي ورقه تحاليل قدامك تقدر تقراها، تقدر بعدها على طول تنزل معمل تحاليل تقف فيه، مفيش اي مشكله، وهتلاقي نفسك لانك انت هيبقى معاك الاساسيات بتاعه المجال التحاليل، تمام. طيب انت حمستينا للماده. بتتذاكر ازاي بقى وايه الصعوبات اللي ممكن تواجهنا فيها والامتحانات؟ ركز بقى معايا. ماده التحاليل او كلينيكال باثولوجي مشكلتها انها كبيره قوي برضو. بص هو اصلا مواد سنه رابعه، يعني ربنا يستر عليا، انا ان شاء الله الصراحه رابعه فانا لسه ما اعرفش قوي فيها، بس اللي اسمعه دايما مواد سنه رابعه بتبقى طويله وبتتقاس كده بالامتار. فالكلينيكال باثولوجي ماده طويله قوي، هي مشكلتها انها طويله قوي بس هي ممتعه وهتحب تذاكرها، يعني انت هتحب تذاكرها وهتلاقي نفسك ماشي فيها كده تتا تتا ومبسوط قوي وانت بتذاكرها، ولكنها طويله، مشكلتها انها طويله، ومحتاج بقى اي حد بيبقى فاهم. لا الماده دي محتاج تتفهم فهم عالي، لان لو جينا اتكلمنا عن امتحاناتها واسئلتها فبتكون ابلايد كويشن. يعني ايه؟ يعني هي حرفيا هيقعد كل الاسئله عباره عن انك قاعد في عياده وكلب داخل لك، والكلب ده انت عملتوه تحليل وطلع عنده كذا وكذا وما اعرفش ايه البي سي في بتاعه عالي والبي سي وحوارات كده، فالمفروض بقى انت من التخمين تخمن الكلب ده عنده ايه. فهي كلها كيسز، ما اقدرش اقول كيسز بالمعنى الحرفي لان الكيسز يعني الحالات دي لا ده حوار كبير قوي في البطن والجراحه وكده، ولكن هي يعتبر ابلايك كويشن او كيسز على صغير شويه، يعني هو بيأهلك لمواد رابعه وخمسه وكده، تمام. فهي ماده فهم، مفيش فيها بصمجه نهائي، اللي هيبصمج هيزعل، ما والله العظيم اللي هيبصمج هيزعل، ما تبصمجش، لازم الماده دي لازم تتفهم فهم عالي والله لنفسك عشان هي ماده مهمه وانت هتحبها اصلا وهتحس نفسك انك دكتور وبتتعلم فعلا حاجه تفيدك، وفي نفس الوقت امتحانها كله فهم، كله محتاج تحليل، كله محتاج حد مركز وحد فاهم الماده. طيب الماده ما ينفعش تتراكم، برضو بتتذاكر اول باول وانت هصدقني هتحبها وهتستلذذها قوي. طيب ايه بقى المشكله في امتحاناتها؟ تستلذذها قوي. طيب ايه بقى المشكله في امتحاناتها؟ ياسمين انتوا من السنه اللي فاتت كنتوا طالعين من امتحان كلينيكال باثولوجي بتعيطوا واللغم عليها واللي معرفش ايه، وكنتوا شايفين انكم هتشيلوا الماده. هو الامتحان بيبقى تقيل بجد، يعني انت هتقول ابلاي كويشن يعني واسئله فهم والدنيا لذيذه، امال انتوا ليه كنتوا عاملين جو رعب بعد الكلينيكال باثولوجي امتحانها؟ تعال اقول لك ايه المشاكل اللي انت هتواجهك في الامتحان وازاي تتغلب عليها ككلينيكال باثولوجي. امتحان الكلينيكال باثولوجي شبه هو 100 سؤال ام سي كيو عادي خالص، مفيش اي مشكله. امتحان الكلينيكال باثولوجي شبه هو 100 سؤال ام سي كيو عادي خالص، مفيش اي مشكله. امال في ايه يعني 100 سؤال؟ ما كل الامتحانات 100 سؤال ام سي كيو. اللي عاوزه اقوله لك ان كل سؤال فيه فكره وكل سؤال محتاج تفكير، فانت هتقعد تحله. يعني انا مثلا في الامتحان الترم الاول قعدت احل اول سؤال كنت مبسوطه قوي، السؤال اللي بعده مبسوطه جدا، يعني فاهم انا قاعده بحله وبتمزجه، اللي هو بس كوبايه شاي كده وقاعده بقى اشوف الكلب جه وما اعرفش حصل له ايه الواحد مبسوط، يعني انا وانا بحل كنت منشكحه جدا ومبسوطه وحاسه بسعاده لا نهائيه، فقاعده احل 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 احل. اذ فجاه بقى بص بص وانت قاعد كده متمزج بالامتحان وقاعد مزاجك زي الفل وحاطط رجل على رجل وبتحل، اذ فجاه ايه اللي يحصل؟ الاقي المراقب اللي واقف عليا يقول لي نص الوقت عدى. نص الوقت عدى؟ طب وانا في السؤال الكام؟ انا كنت في السؤال 44، يعني انا قدامي اكتر من نص الامتحان ما اعرفش فيه لسه حاجه ولا قراته، وال 44 سؤال اللي حليتهم ما حطيتهمش في البابل شيت، فانا كنت فيه ورطه وكلنا حصل لنا كده. دي حل امتحان حد مذاكر وفاهم الماده وداخل يحل، حصل لي كده. مشكله الامتحان يا شهر ان هو إيه، الامتحان مستواه ما يقدرش يتحل في ساعتين، محتاج مثلا 3 ساعات، الوقت ضيق قوي، لا الوقت ضيق. فاغلب اللي كنا طالعين ليه مغمومين وخايفين ومتوترين لاننا ما لحقناش نحل الامتحان، احنا ما لحقناش نخلصه. يعني انا حليت اول 44 سؤال كنت متمزجه، اول ما سمعت النص الوقت عدى يعني ما عادش عندها الا ساعه والورقه هتتشد، فانا بدات اتوتر، ضربات قلب سريعه، ادرينالين عالي، كورتيزون عالي، الدنيا باظت بقى، فبدات اعمل ايه؟
ال 44 سؤال حطيتهم في البابل شيت، ده اللي متاكده منه. بقيت الامتحان انا حرفيا بقرا السؤال بطرف عيني كده واحل واقرا يعني قاعده بعمل ايه اللي هو فاهم، اللي تيجي بقى، اللي اعرفه، اللي عاوز تفكير مش مهم نفكر، مفيش وقت اصلا تفكر. فدي المشكله. في ناس طلعت من الامتحان في اسئله اصلا ما لحقتش تبص عليها خالص، وانا على فكره في يعني في اخر الامتحان كان من سؤال ما لحقتش ابص عليهم. في ناس ما لحقتش تعمل بابل شيت، تظلل بعض الاسئله في البابل شيت. في ناس اصلا ظللت بابل شيت من غير ما تبص على الامتحان. يعني انت فاهم في حوارات كتير حصلت. عشان كده ازاي بقى تتغلب على الموضوع ده؟ الاول انت محتاج في الماده دي تبقى مذاكرها اول باول وتبقى مراجعها على الاقل مره. يعني ما ينفعش تخش بمذاكره باول مذاكره، يعني انت ما تذاكرش الماده كامله وتقوم داخل. انت على الاقل تبقى مذاكرها مره طول السنه مثلا، وتبقى مراجعها كويس قبل الامتحان. يعني فتره الامتحانات تبقى مراجعه ما تبقاش مذاكره. احنا مشكلتنا ان احنا كنا بنذاكر حاجات لاول مره في فتره الفاينل، فدي ما تنفعش في الكلينيكال، لازم تبقى بتراجع. لان زي ما قلت لك الماده طويله فيها فهم كتير، فانت محتاج تبقى مستوعبها طول الترم، وتيجي بقى في ليالي الامتحان تقعد تراجعها. لان هو حرفيا هيسيبوا لك بس 3 ايام قبل الامتحان ولا حاجه. بتوع سنه رابعه يعني كان قبلهم يوم ونص او يوم، يعني كان الموضوع صعب معاهم جدا يعني بصراحه. فانت محتاج تراجع الماده كويس قوي. الحاجه الثانيه محتاج تحل اسئله كتير في الماده دي. ليه بقى ياسمين؟ ما انت الامتحان ما بيجيش بصمجه، هحل اسئله ليه؟ علشان تتعود على نظام الاسئله وتفكر بسرعه. مشكلتنا اللي احنا كنا بننام على السؤال. يعني انا كنت بحل السؤال الاول قاعده بنام فيه، قاعده بقى بحلله وافكر طب الاجابه الاولى مش هتنفع عشان كذا، لا قاعده بقى فاهم بفتكس بشرح كاني بشرح لحد السؤال ده ازاي بيتحل. فطبعا ما ينفعش يتعمل كده مع الكينكا باثولوجي ابدا. لو عملت كده هتضيع زي ما انا ضيعت. فركز ارجوك. والحمد لله احنا عدينا، بس احنا اتبهدلنا شويه في الامتحان وطلعنا متضايقين. فاللي انا عاوزاك تركز فيه قوي انك وانت بتحل انت بتحل بسرعه. يعني انت خلاص الفكره جت في ذهنك، حط الاجابه وامشي شوف اللي بعده. ما تقعدش بقى تفكر بقى الاجابه ديت صح ازاي، وتقعد بقى تتفزلك في السؤال. مفيش وقت فزلكه، لان الامتحان وقته محدود جدا ويا دوبك على القد. انصحك يبقى معاك ساعه عاديه، بلاش سمارت واتش عشان بتاخد منك. ساعه عاديه جدا تبقى بتراقب وقتك طول ما انت بتحل، عشان الوقت ما يسرقكش والمراقب بيقوم فجاه يقول لك نص الوقت عدى وانت لسه ما خلصتش. انصحك بايه تاني؟ انصحك كمان ان السؤال اللي انت تحله ظلله على طول في البابل شيت. يعني ما تستناش اما تحل الامتحان كله بعد كده تظلل، لانك انت ما انتش ضامن الاسئله اللي انت حليتها دي هتلحق تظلها ولا لا. الدكاتره مش هترحمك، واول ما الوقت يخلص هيشدوا الورقه. وفي ناس كتير فيه، يعني انا والله ليا واحده زميلتي نص الامتحان ما لحقتش تظلله في البابل شيت. فبلاش تتحط في موقف زي كده. فالسؤال اللي تحله على طول ظلله، السؤال تحله، لانك مش هتلاقي وقت تراجع الامتحان وهتبص على السؤال تاني والحوارات دي. تمام؟ فبس يعني دي كده اهم النقط في الاجزاء دي. عملي لذيذ جدا، بيبقى عباره عن شرايح ويبقى عباره عن جزء نظري، فالموضوع حلو يعني بصراحه. فالماده ديت حلوه مفيده، فهم ممتعه، ولكن مشكلتها في الابلايك كويشن. محتاجه تفكير كويس، محتاجه حد فاهم مش حد مبصمج، ومحتاجه حد سريع في الاسئله. طيب بالنسبه للقسم فهو القسم لذيذ. اغلب القسم الدكاتره بتوعه شرحهم ممتاز بصراحه. فانت مش هتحتاج يعني في ناس طبعا يعني بالنسبه للكورسات والورق ككتاب كليه، لا ما انصحكش بكتاب كليه. كتاب الكليه مش لذيذ خالص. انت كده كده هتشتري ورق في الماده دي. يعني ده مبدئيا اذا كان بقى هتاخد كورس مش هتاخد كورس، انت هتشتري ورق لان الكتاب مش حلو. بالنسبه للكورسات شرح الكليه كافي مع ناس كتير، وناس كتير كانت بتستوعبه. بس انا بصراحه كنت الماده دي بحبها اكتر، وكنت حابه استوعبها اكتر بقى وافهمها كده والاقي شرح يعني ايه يشدني. فبصراحه في دكتور اسمه دكتور فيت بقى المرض، يعني اللي هو دكتور محمد الغمري. مستر فيت ده بتاع تغذيه، دكتور فيت اللي هو دكتور محمد الغمري ده بتاع كلينيكال باثولوجي. الدكتور ده بصوا يعني زي العسل، طريقه شرحه اصلا تشدك. بيشرح بشكل لذيذ جدا، بيفهم الماده فهم عالي، هتلاقي نفسك مبسوط وانت بتسمعه. فانا كنت بستنى محاضراته هو بس، والورق بتاعه لذيذ جدا برده. هو بس بقى فيه مشكله بس اللي كانت بتواجهني في الكورس، ان الدكتور اوقات كانت بتاخر في تنزيل المحاضرات الترم الاول. الترم الثاني يعني عالج الموضوع ده. مشكله تانية ان المنصه اللي هو شغال عليها اوقات كانت بتعلق، فهو برده كان بيحل لنا الموضوع، وكان بينزل لنا لو في فيديو معلق على المنصه فكان بينزل لنا عادي على تليجرام. فانا اتمنى ان المنصه تظبط، وان شاء الله يعني دكتور محمد الغمري يشتغل لكم اول باول ويتابع معاكم طول الترم ان شاء الله. بس هو صراحه كشرح رائع 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 بجد يعني. اهميتها في الشغل فانا مش خلاص يعني ما عادش هتكلم، بقول لك تحاليل طبيه الماده دي لو انت حابب تحاليل انت لازم تذاكرها ولازم تفهمها كويس جدا جدا جدا. طيب نخش على معرفش دي الماده رقم كام، بس هنتكلم بقى عن الباثولوجي. فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بق كده ميه ولا بق شاي بق اي حاجه عشان الواحد يقول يشرب. عاوزه يا شباب حلوه العفويه دي. انا ضد المونتاج عموما، ركز معايا. الباثولوجي بقى الماده بتتكلم عن ايه؟ فاكر الهيستولوجي اللي خدته في سنه اولى؟ بتفكرنا بايام مش عاوزين نفتكرها معلش، بس هي الباثولوجي ضد الهيستولوجي. يعني ايه الهيستولوجي؟ انت كنت بتدرس فيه الخلايا الانسجه الحيه، الانسجه الحيه السليمه. انت بتاخد كل نسيج في جسمك وتدرسه تحت الميكروسكوب، صح؟ الباثولوجي بقى شايف الخلايا انت كنت بتاخدها دي او الانسجه اللي انت كنت بتاخدها بس كنت بتاخدها بشكل سليم، تبدا بقى تاخدها بشكل مش سليم. بس يعني هو ده الحوار كله. يعني انت الشرايح كنت بتاخد مثلا المعده الاستومك مثلا، شريحه الاستومك او شريحه المعده وهي سليمه، انت شفتها تحت الميكروسكوب وهي المعده نورمال. انت بقى في الباثولوجي هتاخدها ابنورمال، هتاخدها وهي فيها ديزيز،
تمام، هتاخدها وفيها مشاكل. بس هي دي الباثولوجي بشكل مختصر جدا. الباثولوجي احنا بناخدها في سنتين، سنه ثالثه وان شاء الله قالوا سنه رابعه هناخدها بيقول لك مرضي. انا صراحه لسه ما اعرفش ايه مرضي دي، لسه ان شاء الله استوعبها قدام. ولكن اللي انت هتاخده في ثالثه، الترم الاول هتتكلم عن جنرال باثولوجي، هتبدا تاخد الباثولوجي بشكل عام، هتبدا تدرس مصطلحات مهمه جدا، هيفهموك مصطلحات كتير لازم تستوعبها. وان شاء الله الترم الثاني تبدا تاخدها بقى ككل جهاز، يعني تمسك مثلا جهاز الريسبيراتوري تدرس فيه كل المشاكل ممكن تحصل فيه من الناحيه الباثولوجيه. تاخد مثلا جهاز الكارديو فاسكولار سيستم تدرسه برده وهكذا، تاخد جهاز الميل جينيتال سيستم والفيميل جينيتال سيستم، وتقعد بقى ماشي جهاز بجهاز وتشتغل. طيب الماده لذيذه مش صعبه، محتاجه بس تركيز شويه. طريقه مذاكرتها عادي، هتذاكرها عادي جدا، اهم حاجه تركز في المصطلحات، مفيش فيها اي افتكاسات يعني صراحه. حتى السلايدات العمل بتاعها مريح، لان العمل عباره عن شرايح، فاكر زي الهيستولوجي، شريحه هتشوفها تكتب اسمها تكتب كومنت عليها، والموضوع بسيط جدا بصراحه. وبصوا مش هتشيل هم الشرايح طول ما دكتور سهيله بتشرح الشرايح. حلوه دي، مش هتشيل هم الشرايح طول ما دكتور سهيله بتشرح شرايح. دكتوره سهيله يا شباب دي مدرس عندنا في القسم. انا عشان برامج فكانت بتديني في السكشن، انت لو انت عام فاحتمال لا مش هتديك في السكشن، ولكن هتديك محاضرات، فانت يعني محظوظ اكتر مني. تمام. دكتوره سهيله اكتر دكتوره هتحبوها جدا في القسم، فيعني اول ما تخشوا القسم اسالوا عن دكتوره سهيله على طول. فانتوا يعني اول ما تشوفوا الدكتور ديت يعني روح كده ايه سلم عليها واحترمها وقدرها، عشان الدكتوره دي مش هتلاقيها تاني. تمام. اي حاجه واقفه عليك فدكتوره سهيله هتقوم بالواجب يعني ان شاء الله. فالشرايح هي العمل عباره عن شرايح، الاسم والكومنت. الماده كباثولوجي انا الترم الاول ما شرحتش فيها حاجه، الترم الثاني عملت لهم، لو انتوا جيت بصيتوا دلوقتي على قناه يوتيوب هتلاقوا فيه شرح شرايح الباثولوجي كامله الترم الثاني. فالفيديوهات دي صراحه كانت انقاذ ليا قبل لدفعتي، كلنا كنا بنسمعها ودخلنا الحمد لله حل الامتحان وكان زي الفل. شرايح الباثولوجي بلاش تتراكم قوي، يعني ايه، انا رقمتها الترم الاول وزعلت، تهت قوي في العملي، بس في الامتحان الترم الثاني يعني رقمتها تركيبه صغيره، بس لحقت نفسي قبل فتره الامتحانات العملي باسبوعين مثلا كده، وقمت مذاكراها وشرحها للدفعه نزلتها فيديوز. فالفيديوز دي بقى كانت بالنسبه لي انقاذ ليله الامتحان، فقدرت ادخل الامتحان الحمد لله، كان عدى معايا كويس جدا بفضل الله تعالى. فبلاش السلايدات الباثولوجي يعني ايه تكروتها، او انك تبصمجها ليله الامتحان عشان هتزعل وهتوه. لا، الباثولوجي سلايدات انت عندك 60 سلايد في الترم، فانت عندك 60 شريحه، فال60 شريحه ديت مش بساط ابدا انك تحفظهم ليله الامتحان، موضوع صعب جدا، وقبل العمل يبقى نص يوم او يوم بالكتير، فصدقني هتزعل. فحاول برضك اول باول تلم الدنيا، ودكتور سهيله بتسهل الدنيا يعني. تمام. بالنسبه لنظام الامتحانات والاسئله، فهو الامتحان بتاعها بيكون الترم الاول ما كانش صعب، يعني انت لو مذاكر هتحل الدنيا بسيطه. الترم التاني بصراحه اللي كان حساه تقيل شويه، امتحانه كان يعني اغلبنا كنا طالعين متضايقين شويه منه. بس هو الفكره كلها يعني هم مش هيفتكسوا قوي. كبصمجه الترم الاول كان جه منه بصمجه كتير، يعني لا جه منه شويه بصمجه حلوه. الترم التاني لا ما جاش بصمجه، فبلاش تبصمج قوي. تمام. بس كده، ده كده بالنسبه للاجزاء ديت. طيب قلت لك القسم هو عادي، يعني هو قسم لذيذ ما فيش فيه مشكله. برضك ما تزعلوش، يعني بص ما تزعلش القسم. قسم التغذيه طبعا ده رقم واحد، اوعى 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 تقرب مبدئيا. قسم الباثولوجي برضو بلاش تزعلوا الدكتور وكده، بس هو قسم لذيذ طول ما انتوا لسه، بس مش هقول اكتر من كده. ككورسات ورق الترم الاول بصراحه بصوا بقى، هو كتاب الكليه ما ينفعش. تمام، ما ينفعش، لازم هتشتري ورق. بالنسبه للمنصوره تشتري ورق ايه او تاخد مع مين كورس. انا صراحه ارشح لكم من تجربتي الشخصيه دكتور حسام جمعه، انا كنت برتاح معاه جدا. هو دكتور بشري، هو يكون زوج دكتور اسماء اللي كانت بتشرح سلوكات في تانية، فانتوا اللي كان بيسمع دكتور اسماء فيسالها على دكتور حسام، فخلاص يعني انت وصلت. تمام. دكتور حسام جمعه هو دكتور بشري، بيشرح باثولوجي، بس شرحه كان ممتاز جدا بصراحه، وورقه كان رائع برده. فيعني لو انتوا حابين تاخدوا كورس في الباثولوجي فدكتور حسام ممتاز، وبينزل محاضراته بشكل مستمر، والدنيا كانت لذيذه جدا بصراحه معاه. بالنسبه لاهميتها في الشغل، الماده دي مهمه جدا برضو، طبعا مهمه في فهم حاجات بعد كده. يعني هي الباثولوجي مش مهمه في شغل كبراكتيكال، بس انت لازم تفهم باثولوجي مصطلحات باثولوجي كويس قوي قوي قوي، عشان سنه رابعه وخمسه هتساعدك كتير. تمام. زي برضو في حته نسيت اقولها لكم في الكلينيكال باثولوجي، شابتر في الترم الاول هتاخد كل حاجه لها علاقه بالدم والبلاد وكده. فانت اللي كان مذاكر فيسيولوجي مثلا شابتر البلاد في سنه اولى، هياخد حاجات كتير قوي هيحسها قريبه، يعني هيبقى واخد فكره حلوه قوي في البلاد، هتخدمه قوي في الكلينيكال باثولوجي. زي مثلا هتاخد حاجه اسمها، هتلاقي نفسك بتاخد البي سي في، هتلاقي نفسك بتسمع مصطلحات انت كنت سامعها قبل كده، فالموضوع يبقى بالنسبه لك مريح برضه. تمام. طيب اخر ماده معانا بالنسبه للحاجه المشتركه بين عام وبرامج هي الفارماكولوجي. الفارماكولوجي من اسمها ادويه، الماده بتتكلم عن الدواء. الترم الاول تقعد بقى تاخد بقى فارماكو داينامكس وكاينetics وحوارات كده، يعني من الاخر هتبدا تدرس الدواء من اول ما يدخل بقك لحد ما يخرج بشكل بسيط يعني. الترم الثاني هتبدا بقى تاخد الانتي بايوتكس والانتي فانجل، يعني مضادات الفطريات ومضادات البكتيريا ومضادات الحيويه، واي مضادات تخبط اي مضادات خلاص. تمام. دي بالنسبه للفارما. طريقه المذاكره هي الماده مش وحشه،
بس فيها حفظ كتير، بالذات يعني فيها شويه حفظ حلوين حلوين، بالذات الترم التاني، لانك هتاخد يعني هتقعد تحفظ مواد فعاله، اكتف برنسبلز كتير، مواد فعاله كتير. فالموضوع يعني احنا قعدنا برضو نحشش ونبصمج في الفارما دي، في بالذات الترم التاني عشان نعرف نحلها. كان نظام امتحان بيبقى سهل جدا، القسم عسل، قسم عسل، القسم عسل، اه والله، اول اشعار في قسم الفارما من اكتر، ده اسهل قسم هيعدي عليك في ثالثه. فاكرين الوراثه، دكتور احمد ابراهيم في اولى، يعني ممكن نقول الفارما حاجه زي الوراثه كده، كسهوله امتحانات وكتبسيط معلومات، تمام. فهي الفارما مريحه، قسمها سهل، نظام امتحاناتها كويس، اللي بيذاكر هيحل. في اوقات بتيجي شويه بصمجه، بيجي بصمجه. الترم الاول جه، الترم الثاني لا، الامتحان ما كانش فيه بصمجه قد كده، كان اللي مذاكر كان بيحل، اللي مبصمج ما كانش عارف يحل. فركز برضو في النقطه دي، يعني الفارما ذاكرها، وبعد ما تخلص مذاكره بصمج شويه حاجات حلوه، عشان ممكن يجي منها احتماليه كبيره يعني، تمام. القسم زي ما قلت لكم مريح، في دكتوره ريهام، دكتوره زي العسل اللي بيسلموا لي عليها جدا. ده دكتور عسل خالص. في دكتور طبعا محمد جابر الغني عن التعريف، دكتور مجدي عامر رئيس القسم، وهو مدير البرنامج الفارما، اللي هم زمايلنا اللي في برنامج فارما، فدكتور مجدي عامر اللي هيكون ماسكهم ان شاء الله. فهو قسم لذيذ. بالنسبه للعملي، فهو برده عمل الترم الاول رخم شويه شويه، لانه في نظري وهتقعد تحفظ شويه حاجات. الترم الثاني لا، سهل قوي. احنا حرفيا الحمد لله، انا شرحت فورمه الترم الثاني العملي، لما انا حرفيا في ساعتين، لما نلت الامتحان كده قعدنا كده، الدنيا بسيطه، وان شاء الله يبقى ينزل لكم يعني، بس الترم الثاني نعيشنا يعني. بس هو بسيط. الفارما ككورسات لا، ما انتش محتاج كورس فيها، الماده سهله وقسمها لذيذ وبيشرح حلو قوي. كورق برضو يعني از يو لايك، بس انا كنت الكتاب الكليه كان مكفيني ومروقني، والدنيا كانت حلوه. اذا كان عملي او نظري، كتاب الكليه ترم اول ترم تاني كان زي الفل، ما اثرش معاه بصراحه، وكان حلو جدا بجد. اهميتها في الشغل طبعا يعني، هو اللي اهميتها في الشغل يعني دواء. انت لو مش فاهم دواء مش هتعرف تكتب روشته يعني، خلاص خلصت. انصحكم بقى في الفارما بالذات، في دكتور غني عن التعريف، تمام، اسمه عبده فوده. ده دكتور، استاذ فارما في كليه طب المنصوره، طب بشري. الدكتور ده رائع، الدكتور ده يعني انت لازم تسمعه، حتى لو انت ما عندكش وقت عشان الكليه ضغط وكده، اسمعه في الاجازه، هتستفيد منه جدا جدا جدا. هسيب لكم لينك قناته في الديسكربشن او في اول كومنت، عشان تروحوا تشتركوا وتشوفوا العظمه اللي بتحصل هناك بجد، يعني حاجه ما شاء الله. والدكتور ده بيسمعوا بشري وصيدله والناس اللي بره ميديكال، واحنا كل الناس بتسمع دكتور عبده فوده، حلو قوي. طيب كده بفضل الله احنا خلصنا كل المواد المشتركه بين عام وبرامج. طيب انت بقى لسه ايه؟ لسه بس بتاع عام هياخد فايرو، طبعا برامج خدوها في سنه تانية، وبتاع برامج ياخد بقى ماده التميز بتاعته. هتكلم بشكل سريع جدا عن الفايرو. هي الفايرو ماده بتتكلم عن الفيروسات، تمام. الفيروسات يعني برضو هتبقى شبه البكتيريا شويه. في اول الترم الاول هتبدا تاخد برضو الجنرال فايرو بقى، الفيروسات بشكل جنرال، وتبدا تاخد الفيروس شكله ازاي وشويه كلام عنه كده. الترم الثاني برضو هتاخد عائلات، فانا مش هوصيك هتذاكرها زي نفس ما تذاكر البكتيريا، زي ما هتذاكر البارا هتذاكر الفيروس. فالموضوع بسيط يعني، اهم حاجه جداول واول باول. طيب نظام الامتحانات والاسئله. طب انا عاوزه بس اتكلم عن قسم الفيرو، عشان ده من اكتر الاقسام الاكتف اللي هتشوفها في الكليه عندنا في جامعه المنصوره. الفيرولوجيا يا شباب، القسم ماسكه دكتور سحر عيسى، وهتلاقي كمان معاها دكتور سماح ومعاها دكتور ريهام، الثلاث دكاتره دول الاساسيين. وفي دكتور نورهان اللي هتلاقيها في الاغلب بتشرح لك في السكاشن. فهو القسم كله دكاتره ستات يعني. المهم، انا عاوزه بس اتكلم عن كل دكتور، يعني دكتور سحر ودكتور سماح ودكتور ريهام، عشان تبقى فاهم انت هتتعامل ازاي مع كل دكتور. دكتور سحر دي لازم يتحضر لها. ليه؟ اولا دي دكتوره عسل وسكر وموتيفيشن قوي قوي، وهتحبي تقعد تسمع لها، وهتبقى طالع من محاضرتها بتطير وبتزقطط وكده يعني انت هتبقى مبسوط خلاص، ده اول. ثانيا، دكتوره سحر امتحاناتها اسئلتها بتجيبها من المحاضره، يعني هي كلامها انت بس لو انت بتذاكر وراها، بتكتب الكلام وراها وبتذاكره وبتحفظه، هتخش هتلاقي الامتحان، يعني انت الاسئله هتتوقعها من جوه المحاضره. فاكر كده زي مثلا وانت بتذاكر وراثه مع دكتور احمد ابراهيم، مش كان بيقعد تحس ان هو بيقول لك الامتحان جوه المحاضره؟ دكتور سحر بتعمل كده. فدكتور سحر لازم تسمع لها محاضراتها، تحضر لها يا ريت. بتحب الحضور جدا، قلت لكم القسم ده اكتف قوي، فبلاش تزعلوا منكم، استفيدوا منه قد ما تقدروا. دكتوره سحر شرحها رائع رائع، وهتحب تحضر لها جدا، وهتستمتع وهتعتبرها زي امك الثانيه، مش مجرد دكتوره بتشرح ولا حاجه. فيعني اي كلام يعني، هي بصراحه حاجه يعني قمه الاحترام يعني، وربنا يجزاها كل خير عنا بجد يعني. فيا ريت تحضر لها وتذاكر وراها كويس قوي. دكتور سماح ودكتور ريهام برضو احضر لهم، بس دكتور سماح ودكتور ريهام فيهم ميزه ان شرحهم على المنصه هو المحاضرات، فيعني انت لو ذاكرت المنصه بتبقى الموضوع بشكل كافي، واسئلتهم برضو بتيجي من المنصه. بس عاوزه اركز اديك معلومه صغيره من دكتور سماح سريعه شويه.
بتجيب اسئله من اي حاجه انت ممكن تتخيلها، فلازم تركز قوي في جزء دكتور سماح، لانها مش هتبقى عارف انها هتسالك في ايه. دكتور ريهام بتسال لحد ما اسئله سطحيه شويه، يعني بتسال اسئله واضحه صريحه، الموضوع يبقى فيها مريح جدا. دكتور سحر بتسال اسئله من جوه المحاضره، انت مذاكر الكلام اللي بتقوله هتعرف تحل. دكتوره سماح بقى بتشرح كل حاجه، فانت مش هتبقى عارف هي ممكن تسال في ايه، فهي ممكن تسالك في اول جمله في الشابتر عادي، فانت لازم تبقى مركز في كل حاجه بتقولها علشان انت ما انتش ضامن هتتسال ازاي. خلاص، فبس القسم مريح، ولو انت مذاكر وراه وماشي مع القسم صدقني الموضوع يبقى بسيط جدا ومريح معاك، والامتحان هيعدي بشكل سلس خالص. طيب، وكذلك العمل برضو، يعني ده برضو في نفس اغلب اصلا، يعني الدكتوره سهر عادي كانت بتشرح لها سكاشن، ودكتوره سماح بتشرح لها سكاشن، ودكتور ريهام، ودكتور يعني عادي هتلاقيهم كلهم بيشرحوا لك سكاشن. دكتوره نورهان لسه معيده جديده برضو دخلت تشرح وشرحها رائع. عموما القسم كله شرح ممتاز، مش هتحتاج شرح من بره ولا كورسات ولا اي حاجه خالص، انت كفايه عليك القسم، هو كفايه اصلا قسم اكتف. حتى في الاساينمنت مش هيطلب منك، اصل ده هيقعد يطلب منك حاجات هاند ميد وتعمل برزنتيشن وحاجات كده، يعني هو وفيديوز وكده، يعني هو قسم اكتف قوي تمام، فانت استفيد منه، استغله. خلاص. كتاب الكليه بصراحه ما كانش لطيف خالص خالص، يعني ما كنتش عارفه اذاكر منه خالص، ف كنت بشتري ورق من الكليه، اي ورق متناسب، ركز معايا، اي ورق عندك في المكتبه نفس الكلام اللي الدكاتره بيقولوه فاشتريه، بس ده اللي كل اقدر اقول لك عليه يعني. ولو انت يعني انت هتحضر محاضرات دكتور سحر، اتمنى انك تكتب وراه، هتستفيد قوي من حوار الكتابه ورا دكتور سحر ديت، هتبقى مرجع ليك بعدين في حاجات كتير. اهميتها في الشغل زي ما قلت لكم، الفيرو بكتيريا بار دي كلها مواد بتاهلك لمواد رابعه وخمسه والبطن وكده، فطبعا مهمين يعني. اخر حاجه حابه اختم بيها بقى، يعني انا عارفه الفيديو طول جدا، بس يعني انت لو لسه مستحملني فوالله شكرا يعني جدا، قول لي ان انت لسه لحد دلوقتي بتسمع الفيديو في الكومنت. ماده التميز، انا بصراحه التميز انا مش حابه اتكلم عنها قوي في الفيديو ده، حاسه ان احنا ممكن نعمل لها فيديو خاص بيها بالذات، لانك انت سنه ثالثه اول سنه تبدا تاخد ماده تميز، فطبعا الموضوع هيبقى مختلف على حسب انت برنامج ايه. يعني انت لو برنامج صحه وسلام زيي فانت هتاخد حاجه معينه، هتاخد حاجه لها علاقه بقى ايه، كيمياء الغذاء، وهتاخد تحليل الاغذيه وهكذا، هتاخد لبن ولحمه. بالنسبه مثلا لو انت فارما هتاخد حاجات لها علاقه بالدواء مع دكتور مجدي عامر. بالنسبه لي لو انت بيتس فانت هتاخد الترم الاول تغذيه الحيوانات الاليفه، الترم الثاني هتاخد سلوكيات الحيوانات الاليفه. فعموما على حسب لو انت ارانب هتاخد حاجه، يعني انت على حسب بقى كل دكتور، كل ماده انت بتاخدها على حسب البرنامج بتاعك، فانت هتبقى ماشي مع الدكتور بتاعك. الماده دي ولا ليها مصدر من بره، ولا ليها ورق من بره، ولا ليها اي حاجه بره، انت هتبقى ماشي وانت الوحيد، انت وكم واحد معاك انتوا اللي بتاخدوها، يعني انت برنامج بس اللي بياخدها، فانت هتمشي مع الدكتور اللي يقول لك عليه اعمله، بس مش هقول لك اكتر من كده. ولو انتوا حابين اعمل فيديو نتكلم فيه عن كل برنامج بالتفصيل، الماده اللي ناخدها، حتى انا ممكن اتكلم عن البرنامج بتاعي واجيب لكم زمايل ليا من برامج تانية يتكلموا، فما عنديش مشكله، اكتبوا لي ده في الكومنت، ممكن يكون فكره فيديو ان شاء الله قدام. طبعا اهميتها في الشغل اكيد مهمه، يعني انت دارس ليه ماده تميز مش مهم. الله حلو كده، كده بفضل الله معرفش ايه اللي حصل ده بس تمام. كده يعتبر انا خلصت الكلام عن المواد. في بقى شويه اسئله، يعني الاسئله اللي جات لي بعض الاسئله كده اللي جات، يعني مثلا سؤال ايه اهم المواد اللي لازم تهتمي بيها وتذاكر اول باول. انا زي ما قلت لكم طول الفيديو في اغلب المواد محتاج تذاكر اول باول وتهتمي بيها، فيعني خلاص احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل مستفيض. ايه المواد اللي تجيب فيها تقدير، الماده اللي هذاكرها هجيب فيها تقدير، الماده مش هتذاكرها مش هتجيب فيها حاجه، شكرا. ايه الماده اللي نهتم بيها عشان هتفيدنا قدام في شغلنا، كل المواد زي ما قلت لكم اهوت، اغلب المواد مهمه مفيش حاجه اسمها، بس هو الموضوع يا شباب بصوا عشان تبقوا فاهمين حاجه، الكليه مش هتحط لك ماده هباء منصوره. يعني ايه؟ يعني انت مش هتدرس ماده في الكليه مش مهمه في مجالك، كل المواد مهمه، طالما اتخذت في كليه طب بيطري يبقى الماده دي مهمه، الناس دي حاطه نظام سيستم كده، المواد ديت لازم تاخدها عشان تبقى دكتور بيطري، فاكيد كل المواد اللي عندك هتفيدك وهتبقى مهمه في الشغل. ولكن الموضوع بيختلف من شخص للتاني، يعني انا مثلا لو هشتغل في الفود سيفتي فانا ماده زي التغذيه مش هتبقى بالنسبه لي مهمه، يعني انا هستفيد ايه بالتغذيه؟ يعني تغذيه الحيوانات انا ماليش دعوه، انا اصلا هتعامل مع لحمه ولبن وبتاع. ممكن بقى الماده دي تفيد مثلا الناس اللي في الفيلد، طب انا واحد ماليش علاقه بالتحاليل يبقى كده كيكه باثولوجي مش هتفيدني قوي، هتبقى مهمه اكتر للناس اللي مهتمه بالتحاليل وهكذا. فانت بقى على حسب اهتمامك هتلاقي نفسك بتشد الماده معينه، فاهمني؟ بس طبعا كل المواد مهمه. لو انت واحد ناوي اصلا تشفت بقى من الكارير خالص، تعمل كارير شيفت وتبعد عن بوتر، فانت مش هيهمك اي حاجه، فعموما الموضوع ده بيتناسب من شخص للتاني. بالنسبه بقى طبعا احنا اتكلمنا عن الورق والكورسات وكل ده، في بس حاجه، اذاكر من ورق قديم، انا ما انصحكش تذاكر من ورق قديم لان كل سنه لها ظروفها، فما ينفعش تذاكر من ورق قديم ابدا. يعني انت ممكن تسمع شرح قديم من باب انك يعني مثلا حاول دايما تعتمد على الشرح الجديد اللي ينزل لك، وما تستعجلش، اللي تلاقيه نزل لك ذاكره وتتعامل معاه عادي مفيش مشكله. ولكن بقى مثلا حاجه زي البارا مثلا، انت ياسمين يعني انا مثلا هنزل لك شرح البارا من السنه اللي فاتت تمام، وكمان يعني كان دكاتره خاص كان اكتر ببرامج. طيب مش برامج معناه ان عام ما يسمعش، بس يعني اللي انا الداتا اللي كنت بشرح منها داتا برامج مش داتا عام، فممكن يبقى في بعض الاختلافات، بس اللي بتكلم فيه انك بس خد فكره عن الماده. يعني مثلا بقول لك ليه اسمع بارا السنه اللي فاتت، يعني الشرح اللي انا هنزله لك مش عشان انا شرحها ولا حاجه، لا، علشان بس هيفتح لك دماغك، هتلاقي نفسك مستوعب الماده شويه، هتلاقي نفسك عارف ازاي تذاكرها وتبصمجها وتحششها في دماغك، بس عشان كده.
لكن طبعا الافضل انك تذاكر الماده بشكل يعني على طول بشكل جديد، يعني الماده تنزل لك السورسات الجديده هي اللي تتذاكر منها. وانا اظن فهمتك كل ماده هتمشي بيها ازاي والخريطه بتاعتها، فان شاء الله يعني ما تحتارش زي اللي انا الحيره اللي كنت فيها السنه اللي فاتت. طيب السكاشن المحاضرات كام ساعه؟ احنا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ساعتين، وطبعا المحاضره ساعه لكن السكشن ساعتين. ودي ديت زي ما قلت لكم ميزه حلوه قوي. ليه بقى ميزه؟ علشان انت مش هتاخد الساعتين غير في الفارما، يعني هو سكشن الفارما اللي هيقعد معاك ساعتين، تمام؟ ده مبدئيا. لكن اي ماده ثانيه مش هتقعد ساعتين خالص، انت ممكن تقعد ساعه وممكن تقعد اقل من ساعه، وفي سكشن بيخلص في نص ساعه. فانت يبقى عندك ساعه فاضيه تروح بقى تصلي، تاكل، تلعب، تلف شويه وترجع، المهم تنام، ايا يكن انت هتعمل ايه. فانت هتبقى عندك فواصل، على عكس اولى وثانيه. اولى وثانيه انت كنت بتخش من سكشن تطلع من سكشن لسكشن، فانت بتحس انك مش قادر اخد نفسي. لكن بقى في ثالثه لا، انت السكشن ساعتين، فانت هتاخد ساعه والساعه الثانيه هتريح، بعدها ساعه وساعه وهكذا. فالموضوع مريح قوي بصراحه. التدريبات والكورسات اللي فاتت في شغلنا، وينفع نبدا شغل بعد سنه ثالثه. بص، طالما انت خلصت ثالثه اي حاجه بعد ثالثه تنفعك. يعني حابب بقى تاخد كورس فود سيفتي بقى، ايزو وهاصب والكلام ده، فبعد ثالثه. حابب تاخد كورس الفول بعد ثالثه، حابب تاخد كورس بيتس بعد ثالثه. انت خلاص بقى معاك البيزك نولج والاساسيات، دماغك بقت قادره تستوعب بقى اي كورس بعد كده. فمن بعد ثالثه يعني دايما طلبه اولى ثانيه بنقول لهم بلاش تعمل كده، بلاش تاخد كورس تقيل، بلاش تاخد كورس بيتس، بلاش تاخد فود سيفتي. الحاجات دي مش هتستفيد منها الاستفاده القويه، ان دماغك لسه مش هتقدر تستوعب الكلام. لكن انت بعد ثالثه يا باشا دوس في اي حاجه، انت خلاص انت بقيت دماغك كبرت وقادر تستوعب اي حاجه ان شاء الله تيجي قدامك يعني. بس اظن كده ده كان الكلام كله، فيا رب اكون قدرت افيدكم. ولو انت شايف المحتوى مفيد يعني يعني لايك بقى كده، وتشير الكلام لاصحابك، وتكتب لها كومنت حلو، وعرفنا حابب نتكلم عن ايه في الفيديوز الجايه. وبس كده، وكان معكم ياسمين زميلكم في الفرقه الرابعه برامج المنصوره، ودمتم على خير وفي امان الله.